ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير بتوقيت القاهرة. والتسجيل دوت أنا مش عارفة يعني تجربة في البودكاست هتكمل ولا لأ، بس هي الأكيد إن هي محاولة لتفادي أو هي محاولة كسل من إن أنا أكتب ثريد طويلة على تويتر للرد على بعض الأسئلة اللي قريتها الفترة اللي فاتت بعد نجاح مسلسل جيفري دامر اللي كان موجود على نتفليكس أو اللي نزل في أول الشهر وحقق نجاح كبير على مستوى العالم including العالم العربي، وكان فيه مناقشات كالعادة عليه. أولا أنا بعتذر لو صوتي فيه شوية كحة، بس أنا يعني كان أسبوع الكحة العالمي عندي واخدة أدوية وكده، ده كمان يعني أنا عاملة التسجيل دوت بدماغ أدوية الكحة والسعال وكده اهو. أنا بس عايزة أقول حاجة. مسلسل جيفري دامر امبارح أو أول امبارح نزل شبه ما يكاد يكون، يعني طبعا نتفليكس ما صدقت النجاح بتاعه وراحت منزله دوكيومنتري، مسلسل وثائقي حقيقي على او فيلم وثائقي، انا مش عارفه لسه، هو اوريدي موجود اون ماي ليست ان انا اتفرج عليه، عن التسجيلات الاصليه لتحقيقات جيفري دامر نفسه. هي مش النتورك او البلاتفورم الوحيد اللي هي بتستغل نجاح المسلسل. ديسكفري بلس برضو نزلت مسلسل على جيفري دامر، لسه عايزة اتفرج عليه. هو اوريدي الاخ جيفري من نجوم القتلة المتسللين في، انا اسفة خليها سيريال كيلر عشان انا مش عارفة انطقها بالعربي مظبوط، القتلة المتسلسلين اهي جبتها القتلة المتسلسلين. هو يعتبر من نجوم الصف الأول في أمريكا من القتلة المتسلسلين لسبب معين، لسبب وحيد أصلا، مش لمجرد عدد ضحايا والبشاعة بتاعته وإنه هو كانبل أو أكل لحوم بشر، لا، لمجرد إنه هو شكله حلو وشبه ابن الناس اللي متربي، ابن الفتى الأشقر، ابن الضواحي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مش مفروض كان يعمل كده هوت. ده كان من أهم الأسباب اللي خلته من نجوم الصف الأول، إلى جانب في حاجة تانية بس هخليها بعدين، إن هو يعتبر من أواخر السيريال كيلرز وكده، بس خلينا بعدين. دلوقتي أنا ليه عاملة التسجيل دوت وقاعدة لت وحدي معاكم في ليلة جميلة مثل هذه الليالي، في ليلة خميس كده هوت. عايزة أرد على كام سؤال لقيتهم على تويتر بقالهم فترة قاعدين كل شوية يتنططوا قدامي. أول سؤال، أو هو مش أول سؤال، هو كان اتهام للناس اللي بتحب تتفرج على الدوكيومنتريز بتاعت الترو كرايم أو الجرائم الحقيقية والوثائقيات والمسلسلات على القتلة المتسلسلين، أهو قلتها صح، إن هم مرضى نفسانيين وإن هم بيحاولوا يعملوا تروما أو صدمة لنفسهم. وإيه يا جماعة اللي انتوا بتعملوه في روحكم؟ حد يعمل كده هو؟ رغم أنا عايزة أقول حاجة، مسلسل جيفري دامر ما يعتبرش في بشاعة وفي قتل وفي كده، بس مش في حاجات أبشع منه يعني بصراحة. مسلسل جيفري دامر على فكرة من إنتاج والمخرج المنفذ أو المنتج المنفذ ليه هو راين ميرفي، من أهم المخرجين واللي هم كرييترز في المسلسلات دلوقتي في أمريكا في الدراما، وهو متخصص في حاجتين، يعني أنت تتفرج عليها وتتمتع بيها، متخصص أو في 3 حاجات actually. متخصص في الجرائم والقضايا، وعنده مسلسلين لو انتوا ممكن تشوفوهم على لو في البلاتفورمز لو عندك تتفرج عليها، او على طبعا على ايجي بيست عشان نبقى يعني كلام عادي. يعني مسلسل American People versus وكان السيزن الاولاني على اوجي سيمبسون، على محاكمة اوجي سيمبسون الشهيرة، والمسلسل التاني او السيزن التاني منه كان على جريمة اغتيال جياني فرساتشي المصمم الشهير، اللي هو يعني يومك يا فرساتشي. دي قصة بتاعته، او ليه او السبب شهرته في ان محمد هنيدي يحطه في اغنية كاجولو هي جريمة القتل دي، لما كان جياني فرساتشي على لسان كل واحد.
النوع المسلسلات التاني لرايان ميرفي هو جرائم، قصدي أنا أسفة، هي مسلسلات الرعب. وعنده طبعا السلسلة الأشهر اللي خلته اسمه مشهور على مستوى العالم American Horror Stories. وعلى فكرة الممثل المفضل لي بيتر إيفنز، هو كان كان النجم السلسلة دي. بيتر يعني يعتبر من أهم الممثلين اللي خرجوا أو اكتسبوا شهرة من الحلقات دي من الأدوار المعقدة. وحقيقة أنا مش عارفة هو هيخرج من عباءة هذه الأدوار إزاي بعد دور جيفري دامر. جيفري دامر خلاص ختمها عليه إنه هو بتاع أدوار معقدة، أي دور عادي خلاص، دور كوميدي، دور لطيف. كان على فكرة طالع مع كيت وينسلت في المسلسل الأخير بتاعها اللي كان في HBO، أنا مش فاكرة اسمه إيه، كان دوره لطيف جدا، وكان لأول مرة يطلع بدور طبيعي يعني بس هو رجع تاني، ورجعنا تاني للأدوار المعقدة. المهم النوع الثالث من مسلسلات ريان ميرفي اللي هي المسلسلات على حقوق أو شخصيات المثلية الشهيرة. هو اوريدي جاي، هو مثلي، وهو بيتبنى هذا الموضوع. المسلسل بتاع جيفري دامر اوريدي هو يعني لو احنا قلنا هو بيكافر كل النقط ديت، فيعني هو لا عمل معاه شغل حلو جدا ان هو قدم لك كذا قضية وكذا موضوع في الحلقات ديت. انا وقف المسلسل دوت الكلام عن المسلسل لان هنرجع تاني لجيفري دامر. دلوقتي احنا لا مرضى نفسانيين ان احنا بنحب الكلام ده ولا حاجة، بس في سؤال ممكن نختصره في كلام. هو يا جماعة انتوا مرضى نفسانيين عشان تتفرجوا على المسلسلات دي، اللي هو لماذا نحب متابعة مسلسلات ووثائقيات القتلة المتسلسلين وأيضا الجرائم العنيفة والدموية؟ طب احنا ليه في رد علمي للموضوع دوت من موقع سايكولوجي داي دوت، موقع أمريكي، واللي كاتب المقالة حد بيدرس في السايكولوجي، والموقع كله بيديروا ناس كلهم دكاترة نفسانيين PhDs وكلام كبير ده. السبب الرئيسي لأنه أدرينالين ببلاش. بتحصل لك الأدرينالين بيرتفع لما أنت بتتفرج على المسلسلات دي أو الوثائقيات دي أو إن أنت تقرأ المواضيع دي. أدرينالين ببلاش وإحنا قاعدين في بيوتنا على الكنب بتاعنا، إحنا بنفتكر أو نتخيل نفسنا جزء من فريق المحققين أو جزء من أهالي الضحايا، فبيحصل أدرينالين بيعمل إثارة ونشوة للقلب وللدم وللعقل ولكل حاجة. أدرينالين أنت بتبقى عايزه. عقلنا ده السبب التاني هما كاتبينه، بس انا ملخصاها بالعربي يعني مبسطاها. هو عقلنا بيحب الالغاز، بيحب يشتغل على البازل، وانه هو حاجة صعبة انه قدامه لغز عايز يحله، فعشان كده هو بيتفرج مثلا لو هو، ويا سلام لو كانت جريمة قتل او جرائم قتل واحنا ما نعرفش القاتل المتسلسل غير في النهاية ديت، بيخلي عقلنا يشتغل برضو ببلاش. تالت حاجة، ودي بقى أنا بصراحة عجبتني جدا وكانت معلومة شيقة جدا ليا، دي في طبيعة البشر، في احنا بنتفرج عليها كجزء من الميكانيزم أو السرفايفل أو السرفايفل انستنكت بتاعتنا، أو اللي هي نظرية البقاء أو غريزة البقاء اللي هي اوريدي موجودة جوه الإنسان أوتوماتيك، بتحب تتفرج على الكلام دوت. ده طبعا كلام غريب شوية للناس. غريزة بقاء ايه؟ هو احنا في غابة؟ احنا غريزة البقاء بتفضل معانا من اول ما احنا كنا الجمع والالتقاء الالتقاط انا بنطقها غلط، هي مش التقاء، هي التقاط، جمع والالتقاط والصيد، وان ازاي ان احنا نتفادى ان احنا نكون على قائمة او ان احنا يعني نتفادى الحيوانات المفترسة في العصور لما كان الانسان عايش في السافانا والغابات زي ما احنا خدناها في التاريخ. غريزة البقاء بتاعتنا دلوقتي ان احنا بنتعلم ازاي نتفادى الوقوع في جرائم او اخطاء. من الاخر من اول مثلا ندي مثلا، انا عايزة مثلا مثل بسيط جدا. زمان
جريمة رايا وسكينة، القاتلتان المتسلسلتان الشهيرتان المصريتان في أوائل القرن أو يعني في القرن 20 أو النصف الأول من القرن 20 الأشهر، وهم حتى الآن هم الأشهر. خلى بيوت مصرية كتيرة القضية بتاعتهم إن اللي يعرفوا إن الستات ما يلبسوش ذهب، وإن هم ما فيش واحدة تضحك عليكي في السوق وتقولك تعالي وهوريكي وعملك والكلام دوت. ديت إن أنت تتعلم من أخطاء الآخرين وتتفاداها، ديت بتخلي غريزة البقاء عندك أحسن ومفتحة أكتر. اللي هي ازاي حب البقاء، انت عايز تتعلم، انت عايز تتفادى. مثلا في امريكا موضوع ان انت بتتابع قضية مثلا قاتل زي تيد باندي، القاتل الشهير اللي كان التارجت بتاعه او الهدف بتاعه الضحايا كانوا من بنات الجامعات في امريكا. ان مثلا ما فيش واحدة تيجي واحد في شارع مسلم يقولها لو سمحتي ساعديني اصلا انا دراعي مكسور ومش عارفة احط الكرسي دوت او الكنبة دي على في الفان بتاعتي، فتعالي لو سمحتي ساعديني. وما كانش في حد وكده هوت، لا بلاش تروحي. البنات كانوا بيتعلموا مثلا ان هم في كان حوادث اغتصاب شهيرة جدا في منطقة كاليفورنيا اللي كان اغتصاب وقتل، كانت اللي هي ريتشارد ريمز في السبعينات أو بدايات الثمانينات. البنات كانوا ابتدوا يتعلموا رياضات الدفاع عن النفس، هما والسيدات، إن هي ازاي يلعبوا كاراتيه، تايكوندو، الكلام ده كله. دي حب البقاء ازاي. عشان كده احنا بنقراها، ان احنا بنتعلم ازاي نتفادى الوقوع في سكة الوحوش دولت، او ازاي نتفادى الوحوش دولت. ودوت دي كانت معلومة جميلة جدا بالنسبة لي. في معلومة في سبب رابع هم حاطينه في سايكولوجي دايلي، ان احنا كبشر عندنا جزء مظلم في نفسنا بيحب مشاهدة الكلام دوت او بيتلذذ بالمشاهدة الحاجات دي. بس ما اعتقدش ان ديت عند كل الناس العادية. مثلا انا هقول لكم حاجة، انا كان في فترة بتفرج على مسلسل Criminal Minds الشهير بتاع ال Behavioral Analysis Unit في ال FBI وكده. المسلسل من أشهر المسلسلات البوليسية في أمريكا وقعد سنين. أنا في فترة بطلته لأن كنت حاسة إن هو كان مظلم قوي، وكان يبتدي يتعبني نفسيا، وبطلت اتفرج عليه شوية لغاية طبعا ما نتفليكس فتحت في مصر، ورجعت تاني أتابع اللي هي الوثائقيات بتاعتها. وبصراحة الوثائقيات الحقيقية أنا بقيت أستمتع بيها أكتر من المسلسلات الخيالية، لأن الخيال ساعات بيبقى أصعب من الواقع، قصدي أصعب من الخيال، وكمان الواقع أقل عنفا وكل الإجرام اللي احنا بنشوفه من الخيال. هي دي أنا استنتجتها، على الرغم إن في حوادث بالفعل، حوادث أو قصص هي بتبقى stranger than fiction، أغرب من الخيال. بس يعني أنا شايفة أن المسلسلات البوليسية كان في فترة كانت هي أبشع من الواقع، وكانوا بيبقى دموي أكتر. المهم دي الأسباب. دلوقتي أنا بقى ههري وهفتي من خبرتي في مشاهدة الجرائم في الوثائقيات الإجرامية والبودكاست بتاعت الجرائم الحقيقية. وأقدر أقول إن أنا بعتبر إن إحنا بنتابع القتلة المتسلسلين كمتابعة أساطير الوحوش زمان. هم وحوش زمان بالنسبة لنا. إحنا ما عندناش الراجل برجل أبو رجل مسلوخة أو أمنا الغولة أو النداهة، لكن إحنا عندنا ناس زي رايا وسكينة في مصر، عندنا ناس زي جيفري دامر موجودين في أمريكا، وتيد باندي، عندنا جاك ذا ريبر في انجلترا. جاك ذا ريبر يعتبر هو الأب الروحي للجرائم القتلة المتسلسلين في العصر الفيكتوري في القرن 19، لما ابتدى شخص ما اسمه جاك يقتل في الضباب اللندني الأشهر عاملات الجنس والسيدات في الحواري البريطانية. والصحافة البريطانية كانت بدايتها متابعة هذا القاتل اللي الشرطة البريطانية فشلت في القبض عليه، وحتى هذه اللحظة لم نعلم من هو. على فكرة هي تعتبر كل كيس حتى هذه اللحظة.
المهم احنا في جزء على فكرة برضو بنرجع لفكرة غريزة البقاء اللي كانت سايكولوجي ديلي بيقولها، ان الاساطير او وحوش الاساطير زمان كانوا بيعتبروا درس بيعلم الاطفال ان الدنيا مش وردي وان هي مش عالم اطفال، لا هي عالم متوحش يجب ان هما الاستعداد ليه عن طريق مواجهة الوحوش دولت. الاساطير زمان مش زي طريقة ديزني اخد الاساطير الاوروبية وتقريبا اخدها من كل، عمل لها عملية ستريبنج او عملية ان هو شال كل الحاجات المرعبة اللي فيها وخلاها وردي وجميلة واميرات وامراء وكده هوت. لكن مثلا في روايات الاخوين جريم في ألمانيا، الغابة المسحورة والكلام دوت، كان الموضوع لا بيبقى مظلم جدا للأطفال علشان يعلمهم إن الحياة لا هي مش كده، مش طفولة، هي الحياة فيها الأسوأ ويجب الاستعداد للأسوأ عن طريق مواجهة الوحوش دولت. أنا شايفة إن إعلامنا أو الإعلام في الوقت الحديث استغل الخوف من المجرمين إن هم دولت وحوش، وطبعا احنا عارفين ان الوحوش والاساطير هي اللي بتبيع اكتر. يعني الاعلام برضو انا هرجع لموضوع جاك ذا ريبر، الاعلام بيحب القصص والروايات ديت عشان يبيعها للناس، والناس عندها نهم ان هي تلتهمهم. اهو ده الموضوع، هي مش موضوع ان احنا هل احنا مرضى نفسانيين وانتوا ازاي تستحملوا الكلام ده وكده. في سؤال انا كده جاوبت على السؤال بتاع هو انتوا ليه يا جماعه بتحبوا متابعه المسلسلات والوثائقيات، هو انتوا مجرمين وكده. السؤال التاني هو ما كانش فيه سيريال كيلرز في العالم الا امريكا، او ليه في رقم رهيب للسيريال كيلرز في الولايات المتحده بس دونا عن العالم؟ لا هو العالم فيه سيريال كيلرز كتير، بس كالعاده الماكينه الاعلاميه الامريكيه هي المسيطره على العالم، فعشان كده احنا بنشوفهم. وكمان علشان نديهم حقهم، من النص التاني في القرن العشرين أو من بداية أواخر الخمسينيات بداية مع قصة إدجين، أنا هرجع له تاني لغاية نهاية القرن العشرين ده، أو مثلا لغاية منتصف التسعينات، كان العصر الذهبي للسيريال كيلرز. من نص التسعينات ونحط خط كده 20 خط مع التقدم العلمي في DNA تغير CSI أو المسرح الجنائي التحليل بتاعه، وكمان التقدم في الاتصالات والمواصلات كمان بين الولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والقوانين اللي بتقول إن لو في جريمة حصلت هنا بين المقاطعات يبقى في تعاون بين الأقسام الشرطة. يعني اللي هي ثورة الاتصالات من الآخر خلت الموضوع دوت ينتهي، أو خلى العصر الذهبي للقتلة المتسلسلين ينتهي. إلى حد ما لازال على فكرة موجودين قتلة متسلسلين في وقتنا الحالي في الألفينيات، وكانت معلومة جديدة بالنسبة لي مثلا أعرف إن في قتلة متسلسلين في القرن 21 مش بس في أمريكا لكن في بلاد زي الهند. أنا عايزة أقول حاجة كمان، أنا في جزء من إن أنا ليه بحب مسلسلات الجرائم الوثائقية، إن هي بتديك خبرة أو خلفية حلوة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلد ما في فترة ما. وده اللي أنا عرفته مثلا في الهند بالنسبة لي بلد من اللي هي الألغاز. مؤخرا كانت برضو على نتفليكس سلسلة من الوثائقيات الجرائم الحقيقية اللي حصلت هناك، وكانت شرحت حاجات كتير جدا عن الجرائم في الهند والمجتمع الهندي. anyhow على أي حال أنا شطحت ورحت الهند، نرجع تاني للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كان ليها رقم رهيب جدا في السيريال كيلرز لمرحلة إن ال FBI أو المباحث الفيدرالية عملت الوحدة الشهيرة ليها behavioral analysis أو behavioral analysis التحليل السلوكي، خصيصا القتلة المتسلسلين اللي احنا شفنا البدايات بتاعتها برضو على مسلسل نتفليكس. وانا حاسة ان الحلقة ديت اللت دوت برعاية نتفليكس الظاهر. المسلسل الشهير Criminal Mind I think اسمه، او اللي هو كان على ازاي الوحدة ديت تم تأسيسها.
بجزء خيالي، مش دوت على فكرة اللي حصل، في حاجات خيالية حصل كتير في المسلسل، لكن في جزء صحيح متعلق بالمجرمين اللي هم كلموهم وكده. هوت المسلسل نزل منه 2 سيزونز، 2 سيزونز، لكن الموسم الاخراني لازلنا مش عارفين هو هيجي امتى. في كلام ان هو اتلغى، وللاسف ان هو اتلغى. المسلسل دوت طبعا قدم الجيل الجديد لقاتل كان تم التغاضي عنه او تجاهله، على رغم هو مهم جدا، اللي هو إد كيمبر. ان هو كان مثقف وكده، هو كان بيتكلم مع المحققين وكده، وهو طويل جدا وكده، بس يعني هو قاتل متسلسل في الآخر يا جماعة. anyhow شطحت برضو. نرجع تاني للولايات المتحدة الأمريكية في فترة بين الخمسينيات، بدءا من قضية إد جين، مش إد كيمبر، إد جين دوت كان إد جين، علشان يعني أشرح لكم الموضوع. هو قاتل سيريال كيلر، مش بس سيريال كيلر، هو كان سيريال كيلر وكان بيفتح المقابر وياخد جثث الناس وياخد جلودهم. هو اللي طلع جثة والدته. هو قتل سيدة مسنة كبيرة السن في المدينة بتاعته، عمل من جلود الضحايا بتوعه في حاجة منتهى البشاعة أساس تجليد يعني للفرش بتاعه، أو التنجيد بتاع الفرش هو كان من جلد الضحايا. وأيوة هو كان الانسبيريشن أو الوحي المباشر لفيلم سايكو من إخراج المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، اللي هو خلده تقريبا في سايكو كان إد جين على فكرة مش بس أوحى للفنان ألفريد هيتشكوك، بل هو أوحى لمجموعة كبيرة من المخرجين وكتاب الجريمة. زي موضوع يعني هو مثلا في كتاب صمت الحملان، اللي هو تحول فيلم واخد جوائز أوسكار كتيرة وخلى أنتوني هوبكنز نجم عالمي، The Silence of the Lamb، شخصية القاتل فيه اللي هو بافلو بيل actually مستوحى من إد جين. كان هو برضو تم سلسلة الأصلية لتكساس شينسو ماسكر، هو برضو كان الوحي الرئيسي فيها. ده كان بداية عصر القتلة المتسلسلين وهوس الإعلام بيهم كمان. إد جين خلى السينما والراديو والمقالات تتجنن بأن في واحد قاتل مجرم عايش بين بقية البشر بالطريقة ديت. ده كانت البداية، ده كان مثلا في نص الخمسينات أو حاجة. بداية الستينات أنا عايزة كمان أقول حاجة، إن في بداية الخمسينات أو البداية ديت كان في جيل من محاربي الحرب العالمية التانية رجع من الحرب في أمريكا بلوي من جرائم نفسية، بيعاني من PTSD اللي هو ما بعد الصدمة، ولم يتم التعامل معاه كما يجب. كان لسه السايكولوجي ما كانش واخد باله من الأمراض ديت، كان في عنف في المجتمع بس ساكتين عليه. كان في استخدام اللي هي الأدوية المسكنة، بالظبط زي في حالة جيفري دامر لما كانت بتاخد 26 مسكن في الليلة في حمله. أكيد كان العيل مش هيطلع واحد سليم، ده كويس إن هو طلع سليم جسديا، لكن في المعتاد ممكن يطلع الطفل مشوه أو كده. كان في بلاوي كتيرة حاصلة. كان في بداية استخدام المخدرات والLSD واستخدامه على نطاق واسع. تيجي الستينات، احنا عندنا كمان في الستينات فترة في أمريكا اللي هي الفترة الأكثر يعني أقول ديناميكية في القرن العشرين، اللي هي كانت فترة حركة الحقوق المدنية للسود، حركة الحريات النسائية والجنسية. عندنا حرب فيتنام، ودي بعد حرب كوريا كمان. ده على فكرة احنا مكلمناش على حرب كوريا والعائدون من كوريا وبلاويها. دي كان ممكن في الخمسينات، يعني جت في الخمسينات. بعد كده عندك حرب فيتنام وبلاويها. عندك حركة الهيبس اللي هي كانت اوريدي
طالعة من حركة البيتس اللي كانت موجودة في الخمسينات، حركة الهيبيز جت، والفري لاف والفلاور باور والحب والسلام، ودعونا ننشر الحب والسلام، والمخدرات على مستوى بشع. الأفيون والهيروين واخواتهم وصلوا لأمريكا عن طريق الجنود والهيبس كمان، عن طريق أفغانستان، وعن طريق مثلث لاوس فيتنام اللي هي المثلث الذهبي للمخدرات. حتى هذه اللحظة هو المثلث الذهبي للمخدرات. كل دولت انت ممكن تقول ان المجتمع الأمريكي كان عامل زي حلة الفشار، ونتج عنهم سفاحين بقى وقتالين قتلة ومجرمين وكالتس وطوائف وحاجات. كانت دي الفترة الذهبية اللي يعني كل البلاوي اللي انتم ممكن تتخيلوها. في بدايات، مش هقولك ان هي بس دي الفترة اللي ما كانش فيها يعني الفترة دي بس هي فيها سيريال كيلرز، لا، حتى قبل إد جين كان في ناس تانيين. وانا فاكرة ان كان في اكل لحوم بشر، ما فيش داعي يعني مش فاكرة اسمه الصراحة، بس كان هو بشع، كان بياكل الأطفال. ده كان موجود فترة من الفترات. كانت في مثلا واحدة سيدة اللي أنا عرفتها كانت في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. دي بقى كانت حاجة زي راية وسكينة. الست دي كان عندها زي مصحة، وكانت بتقتل الناس فيها، يعني الناس يروحوا لها عشان يخفوا، هي تقتلهم عشان تاخد الميراث بتاعهم، يعني حاجة أو فلوسهم وثرواتهم كده. دولت ما بيتسمعش عنهم لأن دولت كانوا في النص الأولاني من القرن 20، وكانش حد متنبه لسه للبشاعة دي لغاية ما مستر إد جين جه وقلب الدنيا كلها. أو بصراحة يعني أنا شايفة هو هيتشكوك هو سبب الليلة دي. ده سبب الرقم الرهيب في أمريكا. على فكرة في حاجة تانية غير ان ما كانش في اتصالات وكده هوت، نخلي بالنا ان كان ثورة الاتصالات بالفعل ما كانش موجودة. ما كانش فيه كاميرات، ما كانش فيه موبايل فونز، ما كانش فيه حتى التعامل او التعاون بين السيستم، ان انت في عندك ما كانش فيه DNA مثلا، ما كانش فيه ان اسم شرطة في مقاطعة في نفس الولاية يتعاون مع اسم شرطة تاني في مقاطعة تانية. ودي تسببت في بلاوي حرفيا. جرائم زي كان فيها قاتل ضابط شرطة أصلا، قعدوا سنين على بال ما يوصلوا له عن طريق DNA، واكتشفوا بعد برضو سنين ان اسم مقاطعة فلان اكس كان عنده ملفات الDNA بتاعها ماتش مع جرائم لقتلة، قصدي لضحايا أو نفس القاتل لضحايا في اسم تاني لمقاطعة تانية في نفس الولاية. احنا بنتكلم على كان زمان ما كانش فيه الكلام دوت. في حاجة طبعا احنا ما ننساش ان كمان زمان كانت في نظرة نمطية لفئات معينة من المجتمع الأمريكي تسببت ان هم يكونوا التارجت او الهدف معين للقتلة المتسلسلين. مثلا زي احنا في حالة جيفري دامر الجايز او الجاي كوميونيتي، المثليين، وكمان المثليين من اللون الأسود أو اللي هي من العرقيات غير شقرة أو بيضة، كانوا ما كانش فيه اهتمام بيهم، خاصة لو كانوا فقراء وملونين ومثليين، فدايت ما كانتش بايرورتي قوي. ده غير ان كان في ناس بترفض مثلا ان هنا هي تروح تبلغ الشرطة، بتخاف. الضحايا مثلا زمان لما كانت عاملات الجنس بيقعوا لضحايا القتلة متسلسلين، او مثلا واحدة كانت نجيت من محاولة اغتيال او قتل من واحد قاتل مسلسل، هي مش عارفة ان هو سيريال كيلر، كانت بتخاف ان هي تروح تبلغ علشان ممكن يتقبض عليها. لما حصل تطور في القوانين والحقوق وكده، الموضوع اتغير. وعلى فكرة هو المعروف ان القتلة المتسلسلين بيختاروا الفئات الأضعف في المجتمع، ولأن هي بتديهم كنترول أكتر على يعني الضحية والجريمة وكده هوت.
على فكرة من ضمن أسباب إن أنا شايفة من ضمن أسباب إن وقوع واحد زي تيد باندي إنه هو اختار ضحايا هم بنات في الجامعة وكل حاجة، بس آخر وقوعه في فلوريدا إنه هو كان خلاص وصل لحالة شبه إدمان، وراح لضحايا في الجامعة في بيت الجامعات، في بنات يعني بنات في منزل طالبات عادي من المجتمع، مش من فئات مش مهمشة ممكن يستغل ضعفهم أو كده. اهو احنا قلنا جاوبنا على السؤال دوت. السؤال الأخير بقى واللي هو غاظني شوية، في كان حد لطيف بيقول لماذا لا يوجد قتلة متسلسلين في مصر؟ يبدو ان الأجيال الحديثة لا تعلم ان تقريبا يعني مصر تقريبا هي اكتر دولة عربية عندها جرائم دوكيومنتد او مسجلة لقتلة متسلسلين طبقا للتعريف الشهير ليهم، من اول رايا وسكينة في بدايات القرن العشرين او في بعد ثورة 19 أو في ثورة 19 في الفترة دي، إلى جانب سفاح قرموز في الخمسينيات، إلى جانب مثلا في الألفينيات عندنا التوربيني جيلي فاكره حلو لما كان الله يرحمه وائل الإبراشي كان عامل تغطية في برنامج الحقيقة على قضيته. توربيني for those who don't know أو هؤلاء الذين لا يعلمون، هو كان طفل شوارع تحول لرجل شوارع شبه عنده عصابة من أطفال الشوارع، كان بيغتصب ويقتل أطفال الشوارع في محطات القطارات. عشان كده هو كان هو اوريدي اسمه توربيني، لأن هو كان ليه علاقة بالقطر اللي هو كان يركبه اللي هو قطر التوربيني. دي حاجة. الجريمة بتاعته كانت بشعة، الجرائم بتاعته كانت بشعة، إلا إن يعني أنا بظن إن هي تم إسقاطها من الذاكرة المصرية، لأن يعني بتفتح باب كتير، حاجات كتيرة جدا، أولها باب الأطفال الشوارع، وباب إن لماذا تم تجاهلهم للفترة بشع يعني طويلة زي دي. احنا عندنا طبعا رايا وسكينة أول قاتلتين، مش بس أول قاتلتين، دولت عندهم أول عصابة قتلة متسلسلين في تاريخ مصر. وأتمنى إن ما حدش يصدق الهري والفتي إنه هم كانوا أعضاء من المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، لأن ده هبل بصراحة. من الآخر الفترة دي تم توثيقها بشكل عظيم جدا لمرحلة أتمنى إن احنا نعرف نوثق وقتنا الحالي زيها. وانا قصدي هنا بالتوثيق ان اللي هي الملفات الرسمية المتاحة للجماهير اوريدي هي موجودة في دار الوثائق. وطبعا احنا عندنا مذكرات الناس اللي عاشوا في الفترة دي، عندنا مؤرخين عاشوا في الفترة دي، وعلى فكرة مؤرخين الفترة دي كانوا موجودين لغاية ما بعد حركة 2 أو انقلاب 52، وكانوا وبعد الجلاء البريطانيين. فلو كانوا هم أعضاء من المقاومة، كان مثلا واحد زي عبد الرحمن الرافعي نزل حاجة تدافع عنه، بس هم ما دافعوش عنه وما كلموش عنهم، هم كانوا قتلة. الناس كانت عايشة في اسكندرية وكانت عارفاهم وكانت عارفة البلاوي بتاعتهم. واحنا عندنا في كتاب من اهم الكتب اللي وثقت الجرائم بتاعتهم، يعتبر ترو كرايم، كتاب ترو كرايم كما يقول الكتاب، هو كتاب الراحل صلاح عيسى الله يرحمه، رجالات رايا وسكينة، اللي تحول لمسلسل من أجمل ما يكون، من أجمل المسلسلات المصرية اللي اتعملت على جريمة معينة، واللي رفعت البار في كلام في الحريات وإن هي تجيب قاع المجتمع كما يكون. هو مسلسل رايا وسكينة بطولة العظيمة عبلة كامل ربنا يديها الصحة. والمسلسل دوت أنا يعني من أجمل المسلسلات اللي ناقشت الجريمة دي. رايا وسكينة طبعا كانوا الموضوع من ضمن اللي هي المواضيع اللي تمت يخلوهم يعني بعد نجاح الفيلم الأصلي اللي اتعمل بتاع أنور وجدي، إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو نجيب محفوظ، التلفزيون من بداية من إسماعيل ياسين يقابل رايا وسكينة إلى حتى
رايا وسكينة المسرحية كان تم يقولك ايه، ان هو تم التهاون معهم وتحويلهم الى مادة للكوميديا، مع ان هما مش كوميديين خالص. دولت مصريين يعني، دولت مش من بلد تانية. في جرائم قتل سيريال كيلرز في مصر زي سفاح قرموز، ممكن والله انا بفكر ان انا اعمل كام حلقة مثلا عليه مثلا. في مثلا سفاح الجيزة مؤخرا، بس سفاح الجيزة انا عندي مشكلة ان انا ما بعتبروش سفاح. الفكرة ان احنا مش عندنا الملفات، في ناس قتلوا عدد كتيرة يعتبروا سيريال كيلرز في مصر، لكن التغطية الإعلامية هي بتبقى على أشخاص معينة لأسباب معينة. رايا وسكينة طبعا كانت في الأول الجريمة الأشهر، ثم عندنا مثلا سفاح القرموز كان الإعلام في فترة الخمسينات والستينات. كمان احنا عندنا مشكلة أنا مضايقاني، إن احنا كل حد يطلع يقولوا عليه سفاح وهو ممكن ما يكونش قتل حد. دي مشكلة ثانية في الإعلام المصري. فدي لا، احنا عندنا سيريال كيلرز يا جماعة. ده غير يعني أنا شايفة إن الموضوع احنا بنتكلم في ايه يعني، احنا على ايه ان احنا نزعل ان مبقاش عندنا سيريال كيلرز؟ ده يبقى الحمد لله يعني. بس هو الصراحة أنا شايفة إن يبدو إن في المجتمعات الحديثة، مش عايزة أقول إن ده بقى شيء طبيعي، بس إن هو بقى شيء فريكوينت وبقى شيء متكرر، إن أنت تلاقي في بلاد تعتبر إن هي هادية وكده هو تلاقي فيها الناس دولت. وعلى فكرة أيوة هتلاقي ناس في فرنسا وناس طبعا في إنجلترا، هو غير جاك ذا ريبر في ناس تانية، ناس موجودة وعملت جرائم بشعة وكده. أنا عايزة أقول حاجة قبل ما أختم، إن موضوع جيفري دامر دوت خلى في باكلاش أو قوي جدا من أهالي الضحايا بتوع جيفري دامر، اللي شايفين إن كفاية بقى يا جماعة تضخيم وتعظيم و romanticizing أنا مش عارفة ليها جملة بالعربي romanticizing، أو جعلها شيء من الرومانسية في القتلة دولت وشكلهم، ونجيبوا ممثلين حلوين والناس يحبوهم. بصراحة أنا خايفة إن يعني أنا مش خايفة، أنا خايفة متأكدة إن هلاقي على تيك توك السنة دي ناس في عيد الهالوين، عيد الهلع، وكل سنة وانتم طيبين يعني، عيد الهلع في آخر الشهر، هنلاقي ناس متنكرة كجيفري دامر. هو اوريدي قاتل مجرم ابن كلب، لازم الناس ما تعتبروش انه هو رول موديل او حاجة. وفي سؤال اخير بعد الاخير، هل القصص ديت والافلام لما بتطلع في الاعلام دي ممكن تساعد قتلة نوع جديد من القتلة ان هم يظهروا؟ بصراحة وعندنا ابسط مثال واحدث مثال اللي هو مانولا، اللي كان موجود في كندا، اللي كان برضو نتفليكس عملت عليه Don't Fuck With Cats. ده واحد في الألفينيات، الحاجات دي بتأثر وكده بس الحمد لله نقدر نقول ان في الزمن ده، في العصر ده، في التكنولوجي، في التقدم العلمي اللي موجود، او كمان التقدم الامني لحد ما، Big Brother is watching you، بس هي برضو ليها فايدة، ان لحد ما القتلة دولت مش هيبقى عندهم تذكرة او مثلا free pass ان هم يعملوا اللي هم عايزينه زي زمان. دلوقتي انا هقف لان انا زوري وجعني قوي، واسفه ان انا تقريبا لتيت 40 دقيقه، وده تو ماتش قوي، واسفه، وشكرا لوقتكم. وممكن نعمل حاجه على سفاح قرموز، نشوف ايه الحكايه. شكرا والى اللقاء، باي باي.